السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأتم صحة وأحسن حال. زي ما انتم شايفين النهاردة بقى الجمعة ولازم بقى نعمل كده طبيخ ونظبط الدنيا، بس احنا قلنا بلاش طبيخ أحمر النهاردة ونعمل كده حاجة خفيفة. ملوخية الخضرا مالية السوق، فقلنا على طول نعملها النهاردة، وجايبة كده ديك بلدي حلو كده ان شاء الله هيبقى زي الفل. وهنعمل من الشوربة طبعا الملوخية. انا عندي غسلت الديك كويس جدا ونقعته في مية بملح بليمون بدقيق كويس قوي. وبعد ما نقعته كويس طبعا غليت المية وبدأت ان انا اسلقه. وطبعا زي ما انا وريتكم كده الملوخية تعبتني جدا في التقطيف، يعني كان الراجل الا واللازم يبيع لي كيلو، يعني انا كنتش محتاج كيلو كله، بس قلت له طب خلاص ماشي، والباقي فرزته في الفريزر، وهقول لكم برضو طريقة التفريز. بعد ما قطفت الملوخية لازم يبقى فيها يعني ناخد عرق بسيط قوي قوي فيها ماشي، ومش كلها يعني مش معظمها بس اللي بيبقى فيها عروق بسيطة كده زي ما انتم شايفين، ونغسلها كويس قوي تحت الدوش مية يكون جامد. اودي العروق اهي بوريها لكم. اغسليها كويس قوي عشان طبعا بتبقى موجودة في الارض الطينية، طبعا بيبقى فيها مليانة طينة وتراب كده، فلازم انتي تغسليها كويس كده في مياه غزيرة. اهو بدأنا ان احنا نغسلها كويس اهوت، وصفيتها كذا مرة على كده. صفيتها بقى وحطيتها في مصفى ونشفتها بالمنشفة، وبعد كده اخدت صينية وحطيت عليها فوطة نظيفة، وبدأت كده ان انا افرد عليها الملوخية اهو علشان خاطر تنشف خالص. ولما لقيت عندي مفيش مصدر هوا في الشقة، فبالتالي رحت اخدها ومطلعاها البلكونة على طول عشان تبقى كده قريبة من الشمس، ويبقى كمان في نسبة هوا تنشفها لي سريعا. طبعا الملوخية انتوا عارفين فيها كمية حديد رهيبة، يعني رهيبة، تغنيكي عن اي برشام بقى او حاجة تانية، غير الريحة بقى اللي بتقلب البيت طبعا. والنهاردة الجمعة فكان لازم. بصوا بقى بعد ما نشفت حطيتها في البلكونة اهو زي ما انتم شايفين، نشفت بقى خلاص هي كده جاهزة. دلوقتي عندي ورق لوري وحبهان باودر وفلفل اسمر وطماطم وبصل، حطيتهم كلهم كده. المفروض ده كان البوكيه جرنيه عندي وخلاص، وبدأت اسلق الفراخ. طشة الملوخية طبعا زي ما احنا عارفين، التوم عليها حتة سمنة بلدي، واهم حاجة كتري في الكزبرة علشان خاطر تطلع لك ريحة التومة كده ويبقى ريحتها تحفة. عملنا كمان شوية رز بالشعرية كانوا تحفة تحفة تحفة، او زي ما انتم شايفين كده. ويا سلام، اهم حاجه بقى سلقه الملوخيه كده ايه متكترين علشان خاطر الملوخيه تطلع معاكي حلوه كده ويعجبك معاكي الطريقه. اه شايفين خلاص. ملوخيه خضراء وجميله ازاي؟ وبدأنا كده نحمر الملوخيه بتاعتنا بقى كده، نحط على وشها وجنبها، يعني ظبطناها دخلناها النار. ودي كانت أكلة النهاردة. يا ريت ما تنسونيش لايك وشير سبسكرايب، والسلام عليكم.